خير يا شباب، بكم في قناة النهارده الشباب ازاي عارفين الرصيف ده لونه ايه؟ ازرق فاضي. استنى دقيقتين بالظبط هنعدي الكارت لونه اصفر في اسود. جابوا تمام. 5 جنيه هات ربع جبنه تركي. بتجيب ب 5 جنيه تركي جبنه تركي اللي هي مش رومي يعني لا تركي. 5 جنيه مش جنيه علينا بس نجيبوا حاجه وهنروح ومش هنروح. في اعظم بلكونه في اسكندريه. ميمي يا ميمي طب ايه، مش هتجيبه ولا ايه؟ مش هتجيبه؟ خش بسرعه بالليل ريحة اليود هنا في المكان عالية جدا. فرقة نجا عطلة. صباح الفل يا رجالة، اليوم الثالث في اسكندرية. عملية تنظيف الشقة يا جماعة. كنتش حاج يلا ما لموا كل حاجتنا على الكنبة عشان ما ننساش حاجة في الشقة. ادي مثلا شنطة اهي، ده برضه حزام. ماشي الراجل المفروض ياخد المفتاح الساعة 10 الصبح. الساعة 10 اصلا. احسن نقول التايمر بعد كده نخلص الحاجات دي في الساعه. الشقة خلاص احنا نضفناها امبارح، بس فاضل بس شوية حاجات بسيطة كده، هنكنس كام كنسة بالمقشة ولمينا حاجتنا خلاص وبتاع. الطاولة دي خلاص كده الوداع، النهاية بتاعت الرحلة. بس ممكن نصور شوية واحنا ماشيين لو هنفطر النهارده الصبح او كده. برضه خليكم معانا ستي تون عشان لسه برضه معانا شوية احداث. الجو اليومين دول في اسكندرية امبارح بالليل كده النهارده وانا نايم الجو غبي بجد يعني. لون ازرق في الشمس بتاعت امبارح كده. بحر لونه مش زي امبارح اصلا. الدنيا عماله تنطر هوا بميه بعواصف جامده قوي. حتى انا كنت نازل على السلم لقيت في طبق دش مكسور وقع من السطح ايه عندنا من كتر الهوا كسر الطبق. هو مبلول جدا والميه عماله ايه تنزل ايه. بس على العموم يعني الكورنيش كله مبلول زي ما انتم شايفين، دي كل دي ميه. ماشي خلينا نكمل احنا بقى نشوف هنعمل ايه. ده بس بقول احنا ما كناش اصلا بقى، احنا نمنا على طول. احنا ما كلناش، انا عامل حساب دي. طيب يعني انت على جوه عشان اقفل على اكله. طب يلا طيب يلا جوز. يعني هو هيعمل نفطر يا يوسف. والله مش عارف المنظر ده مش عارف. دي مش السوري على فكره. يلا ناكل. طب نشوف حد ياكل ولا اللي جوه دول لسه نايم. علي لسه نايم محي وعلي عبد الخالق لسه نايمين دلوقتي؟ لسه ما فيش اصلا. ما ناموا من هنا افتكرت حوار المفتاح ده عشان كده صحيت. انت عايز 2 بطاطس سوري؟ اخواننا بتاع الدليفري لسه جاي حالا. فاكرين اول يوم لما كنا في اسكندريه اول ما وصلنا كان من واحد بتاع سوري وكده كان اسمه عروس دمشق. جبناه تاني النهارده زي ما بدأنا بيه السفريه هننهي بيه السفريه. بنقفل بيه السفريه يا معلم عمر. الجثه بتاعتي حصل لحظه في الحياه والله، لحظه فتح السندوتشات يعني ماسكها في ايدك لسه ما اكلتش. نور المطبخ والنور ده دلوقتي افتح لوحدك. اقفل النور يا وليد اللي عندك. انت بتصوري دلوقتي. الوداع بتصور ايه يا صاحبي؟ الوداع. بص بقيت شبه اللي اتشابه. شافوا؟ طب يا اخوانا وحاليا كده السفريه تعتبر بتودع تاني. استنانا الشباب تصحى بعد ما فطرنا وكده بعد كده بقى هنتجه نركب العربيه وقدامنا سكه 3 ساعات سفر. فربنا وصلنا بالسلامه لان الجو صعب وهوا جامد ومطر وكل حاجه. عارف انت لحظه الوداع للبحر هيوحشني جدا منظر البحر ده، بس هنيجي تاني باذن الله. فرد نفسي عشان ان انا موهوب والفريق بيبيت على المكشوف الواد بيططي على شمك. Do you think of me? Walking out that door, never hearing me talk to myself in the morning anymore. Would it all just turn and turn and turn and turn and turn and turn? You don't think about it. اخوانا
مره واحده كده. حاليا في استراحه على الطريق، وده بسبب ان الطريق مره واحده قلب ميه جامده قوي، فاضطرينا ان احنا نقف. حتى انا بصور بالتليفون عشان الاوزمو بوكيت اللي هي الكاميرا اللي انا بصور بيها الصغيره كانت فصلت هي كمان. لا حتى في فرق في الجوده. بس حطيتها تشحن دلوقتي في الاستراحه اللي في البنزينه دي. شايف حتى مستنيه قاعده بتشرب قهوه وكده. نستنى شويه، لازم الجو ايه، لازم نطلع لسه على طريق صحراوي وسفر وبتاع، والارض كلها ميه يعني مش في احتكاك ولا فراغ، فبلاش بنقول نستنى شويه احسن. احنا مش مستعجلين وخير يعني ان شاء الله ونوصل بالسلامه. ربنا يستر. خلاص وليد دوكيومنت لا تتوقف على كاميرا. التوثيق مهم في اي وقت، حتى لو الجو عامل كده يا جماعه. تراك عارف اللي بيحصل ده. هو حلو قوي. حلوه بس متسوحين مش عارفين نروح. انك تعمل ريتشارج لكل معداتك حتى وانت على الطريق والدنيا بتمطر، تعمل ريكفري كده، تسترجع كده، تفوقها من اول وجديد. المطره خلصت خلاص، هنتحرك تاني. برضه شحنت الكاميرا شويه وفرغت شويه فوتج عشان ولا كان في شحن ولا كان في مساحه، فبرضه استغلنا الوقت ده الحمد لله. الشباب بقى في العربيه، بس هو الجو ازرق قوي يعني، الجو مزرقي جامد وكوك اهو. بس بجد جو ساعه قوي. معايا الشاحن معايا. يلا بقى عشان ايه لازم نروح. ايه رايك استعلي في الخمس دقايق 10 دقايق دول؟ اجواء ممطره يعني. اجواء ممطره اجواء مطيره. هي كانت دي كانت جوه كده. لا بص خليه نايم هو على تحت. توكلنا على الله. دي عايز تخليني على الحرف؟ اخوانا وقفنا في استراحه على الطريق تقريبا. اول ما عدينا اسكندريه كده عدينا نص المسافه، الدنيا قلبت شمس وحر وبتاع، فالاجواء دي تبع اسكندريه تقريبا يعني. بص هوريكم الجو مشمس جدا. فوقفنا دلوقتي في استراحه على الطريق كده، الشباب اتمشت شويه. ان شاء الله الفيديو ده هيتقفل لما نوصل الموطن في القاهره باذن الله. ده الديدلاين بتاع الرحله شويه. فحبيت بقى ايه دوكيومنت كل الكلام ده واوثقه معانا ايه لحظه بلحظه. ايوه هو ده يا رجاله. دلوقتي يا جدعان اسكندريه دي جامده جدا. بص والله دي امتع مره الواحد دي امتع مره اجي فيها اسكندريه فعلا. فعلا في حاجات كده عملناها جديده ومختلفه، زي مثلا ان احنا جربنا كبده الفلاح، ودي بجد انا احسن اكل انا اكلتها، احسن كبده اكلتها في حياتي بجد. تميز قوي. كبده جامده قوي بجد. يستاهل. السندوتش كان ب 8 جنيه وهو صغير فعلا، بس هو جامد يعني كواليتي، في كواليتي، فلوس قدام جوده فعلا. وكمان انت ايه رايك؟ والله انا من رايي ورا الاماكن اللي عامله شويه شغل وانوار، واخده اجمد مكان على البحر على الكورنيش بتاع اسكندريه. احنا رحنا كنا في واحد اسمه حضرموت على الكورنيش بتاع اسكندريه، مكان اقوى بكتير من انقذ يا جماعه اقسم على النعمه يعني. حاجه ولا فراخ مندي ولا اي حاجه. دايما نرجع للاصل، ارجع للاصل. الشباب دلوقتي هتتجه خلاص، يعتبر كده الرحله قربت خلاص خالص. تقول ويل دان. ليتس جو. I don't think فيها طعم. ايوه بقول لك لازم عشان علي عبد الخالق وصل. يلا يا باشا. بالله على السلامة على المعلم. اسلمك على الذكرى ان شاء الله يا اسطى، ان شاء الله باذن الله. تعوض ده تتكرر. نايس سو ذا جود داي. الحمد لله. ايه؟ ابو عمر الرحله خلصت خلاص. يا جماعه متضايق جدا، كان نفسه يلف ويرجع تاني اول ما طلعنا على الطريق، بس حصل خير بقى. تتعوض. انت استعلي والله يقعدها ايام يا اخي. والله تذاكر المعموره اللي لازم نحتفظ بيها يا اسطى. ليه في ايه؟ ذكريات يا اسطى طبعا. هات واحده كل واحده يا جدعان يحتفظ بيها. ماشي. بعد اذنكم يا جدعان. خلاص. طب يا جماعه الحمد لله على السلامه. احنا لسه واصلين حالا القاهره والموطن. انا للاسف والله كنت نفسي اكمل تصوير معاكم، اكمل تصوير في يوميات زي كده، بس مضطرين ان احنا نقفل الدوكيومنتري ده هنا. ان شاء الله نشوفكم فلوج جديد ودوكيومنتري جديد. من عند هذه اللحظه نقدر نقول سلام. I don't think about it. حرفيا يا جماعه السفريه دي بالذات اكتشفت ان مفيش احسن من الطبيعه جدا للاستجمام. الجو جامد قوي والله.
اسكندريه انا لو قعدت اصور فيها من هنا لبكره، لو رحت 600 رحله مش هعرف اصورها كلها ولا اعرف اوثقها كلها. وفيها مدينه صغيره بس مليانه ثقافات ومليانه ناس طيبه، وفيها مطاعم اكل. يعني الاسكندرانيين دايما معروفين بالاكل بتاعهم ان هو بيحبوا الاكل. حط هايلايت واندر لاين على الحاجات اللي هي ان هي تتصور قبل حتت كتير قوي مثلا فيها. ازيكم يا جماعه ازيكم يا جماعه. بجهز بعمل برفورمانس قبل ما بصوا بقى يا جدعان، احنا النهارده مع علي ووليد. جوينا ميكس. انتوا بعيد. ما طلعش بعيد قوي، قمت رايح قفش كده وهو بينطط معاه. ايوه يا ابني. مساء النور يا فندم. تيمس بابلو إيميليا جافيرا اسكوبار، انا تاجر مخدرات. الحمد لله. ايوه انت على طول هربان هنا. ارجيكوا على المكان بقى، معلش. انا مش عارف هعمل ايه في الايديتنج والله. الدوكيومنتري ده خايف احطه على التايم لاين والله. مش متخيل شكله على التايم لاين يعني والله. ادعوا لي يا جماعه، ادعوا لي يا جماعه. عندي مثلا ايه يعني سكه 60 سنه مونتاج ولا حاجه.